النهارده كان عيد ميلاد كابتن حازم امام، ايه يعني كانت الناس اللي شافته كنت طالع وهو كابتن حازم بيلعب، انت من ابناء النادي؟ طبعا يعني كل سنه وكابتن حازم امام طيب. كلنا بنحبه مش هلاقيه بس جمهور النادي الزمالك كله بيحب كابتن حازم، كابتن من كباتن النادي ورمز من رموز النادي. بنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه اللي هو يعني بخبراته وكده يبقى مع الفرقه مع مجلس الاداره يقدر يعني يستفيد منه خبراته ان شاء الله. لما بيجي يقعد معاك بيقول ولما بيجي يقعد معانا طبعا الواحد بيبقى يعني فخور لكابتن حازم امام، طبعا بيقعد معانا وبيتكلم معانا، هو بيتكلم معانا يعني بيتكلم معانا في حكايه الفوز اللي هو طبعا كان راجل كابتن الفرقه واخد بطولات كتير مع الفرقه، فكان يعني بيقول لنا لما بناخد بطولات طبعا بتفرق مع اللعيبه كلها، فان شاء الله يعني نقدر ناخد بنصايحه ان شاء الله ونحقق بطوله مع النادي. ايه اللي اتعلمته من حازم امام؟ لا هو كابتن حازم طبعا الواحد بيتعلم منه الشياكه اول حاجه. لا يعني هو طبعا بيتعلم منه كل حاجه، اخلاقه ما شاء الله عليه، اخلاقه واحترامه للناس وحبه للناس والواحد ان شاء الله يعني يقدر يحقق بس النص اللي هو عامله ان شاء الله. كان بيجي يقول لك ايه حاجات ما تخص بقى عليك بعد الماتش لما كنت مبدع او حاجه او قليل، كان بيجي يقول لك هو كابتن حازم كل ما يشوفني يقول لي ستايل، يعني هو بيقول لي ستايل على طول ما اعرفش. صيد نفسك انت. لا والله اساليه حتى هو بيقول فعلا الستايل برضه. ستايل احنا نمثل. نشوفك خليفه ستايل احنا نمثل. هو طبعا لما ببقى في ماتشات كويس بيقول لي كويس وكده، طبعا لما يكون ناقصني حاجات بيقول لي عليها برضه، فالواحد طبعا بياخد من نصايحه حاجه كبيره قوي في الكوره بنتعلم منها كلنا. عايزين بس نوضح للجمهور حاجه يا عمر، ان فاهم الجمهور ان عمر جابر مش زعلان من المشاركه. لا مش زعلان خالص. الناس بتحاول تقول ايه للجمهور في القصه دي تحديدا؟ لا انا عمري ما اتكلمت مع مستر بيرا ومع الجهاز ان انا ما بلعبش، دي وجهه نظر وانا بحترمها سواء العب وما العبش، بحترم رايه. لما بيطلب مني ان انا العب بلعب وما بتكلمش، ولا لما بقعد برضه ما بتكلمش، انا تحت امر نادي الزمالك واهم حاجه ان الفرقه تكسب مش اكتر. عمر ايه سر التيشيرت؟ ايه سر التيشيرت؟ محمد صلاح؟ اه هو ادوني هديه. ادوا لك هديه. تحب انت صلاح؟ ده حبيبي طبعا. تقول له ايه؟ لا ربنا يكرمه ان شاء الله ونشوفه في احسن انديه في العالم باذن الله. مبسوط بالطفره اللي بيعملها محمد صلاح طبعا في الملاعب؟ ما شاء الله لعيب كبير ولعيب مهم، وان شاء الله يقدر يحقق زي ما الحاجات اللي حققها ميدو باذن الله. اخر حاجه كلمه لكابتن حازم وكلمه لجمهور الزمالك في الماتش الجاي طبعا بنقول لكابتن حازم امام شهدنا كل سنه وانت طيب، ان شاء الله عقبال المليون سنه ان شاء الله. وكلمه جمهور نادي الزمالك طبعا بنشكرهم ان هم بيساندونا على طول في التمرينات، احنا عارفين ان هو احتمال ما يجوش او مش هيجوا الماتش اللي جاي، فان شاء الله نقدر نساعدهم، احنا بنلعب اصلا وبنموت نفسنا عشانهم. عمر جابر. عمر نورتنا.